في فصل الشتاء من المواسم الصعبة جدا اللي بيبقى فيها الأمراض كتير جدا. لازم نقوي مناعتنا. الشتاء صعب بكل المقاييس. طيب الشتاء بيبقى فيه نزلات برد، حساسية، المناعة بتبقى ضعيفة، لأن احنا بناكل أي حاجة علشان خاطر نتدفى بس أهم حاجة إن احنا ناكل حاجات صحية زي الخضار، زي الفاكهة، زي الحبوب النشوية الكاملة، الأطعمة الخالية من الدهون زي المكسرات، الأسماك الزيتية بكل أنواعها، زيت الزيتون البكر، المشروبات. طب تعالي كده نصنف كل حاجة كده بسرعة لوحدها. طيب الخضار لأنه فيه مضادات للأكسدة، بتساعد على مكافحة الالتهابات. تمام. والخضار ذات اللون البرتقاني واللون الأخضر بيبقى محتوي على فيتامين ألف. طيب الفاكهة زي التوت، زي البرتقال والسفندي بيبقى فيه فيتامين سي عالي، ده بيمنعنا من البرد، بيدينا مضادات أكسدة قوية جدا، بيمنع ليه تأثير مضاد حيوي للالتهابات في الجسم. التفاح والكمثرى كمان ألياف بتملى المعدة، وده بيخلي نسبة السكر في الدم أقل بكتير، يعني ما بيخليش مريض السكر يحتاج. الحبوب طبعا، الحبوب اللي هي زي الرز، المكرونة محتاجينها جدا، لأنه برضو بيشيل الالتهابات في الدم. تمام. اللبن، المية، المكسرات كلها حاجات مفيدة جدا جدا في الجسم، لأن بتدي الأوميجا 3. الأسماك بيدي الأوميجا 3 اللي بيساعد على تقوية المناعة. زيت الزيتون طبعا فوائده لا يعلى عليها، بالذات البكر اللي هو معصور على البارد، لأن فيه دهون مشبعة غير مشبعة ومفيدة للقلب ومضاد للأكسدة. انه بيساعد في تقليل الالتهابات، يعني الدكاترة اثبتوا انه بيساعد في تقليل الالتهابات. المشروبات كالحليب والمية كلهم مفيدين جدا يا جماعة. المية ما بتتخنش ولا تخسس، هي بتدي مناعة، انت بتنضف جسمك كله بشرب المية. اللبن فيه نسبة عالية من الكالسيوم، مفيد جدا للعظم. اللبن لازم يكون في نظامك الغذائي اليومي. القهوة ليها فوائد كتير للقلب على فكرة. الخضار، الفاكهة طبعا بجميع أنواعها زي ما قلنا. أرجو الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.